اهلا بيكم في بره المنهج. هنا مفيش امتحانات، مفيش درجات، هنا هنتكلم عن حياتك، هنتكلم عن مشاكلك، عن مذاكرتك والمواقف اللي بتمر بيها اللي غالبا مش هتكون فيها لوحدك. فهات سماعتك وتعالى وسيب الشنطه بره عشان انت بره المنهج. وخلينا النهارده نرحب بجنات. ازاي يا جنات، عامله ايه؟ الحمد لله يا مستر. كله تمام؟ الحمد لله. طب عرفينا بنفسك. انا جنات ابراهيم، داخله تانية بكالوريا، مسار هندسه وعلوم الحاسب. كنت بلعب سباحه وكاراتيه، وحاليا بلعب فولي بشكل بروفيشنال في البنك الاهلي. طيب ليه اخترتي مسار الهندسه؟ عشان يعني مكان انترستينج شويه، اللي هو انا موضوع دلوقتي التكنولوجيا هي كل حاجه تقريبا في حياتنا. ف وغير ان احنا كمان في اولى ثانوي كنا بناخد برمجه كماده، هي بره المجموع بس هي ماده مهمه جدا لينا. فدخلت في الموضوع شوية، بدأت أجرب. دخلت حاجة غير منهجنا، يعني في برمجة، في بلندر، في انيميشن، في حاجات كتير قوي بره الموضوع. فبدأت أخش فيها، لقيت ان الموضوع يعني أنا حباه، لقيت انه الموضوع كويس يعني. بالنسبه لك هو ده اللي انا شايفه او شايف نفسي فيه. بالظبط. فلقيت ان هندسة أحسن مكان بالنسبة لي أو أحسن مسار في الحتة دي يعني. طيب تعالي نمشي ناخد واحدة واحدة كده. واول سؤال اساله لك يعني إيه الحاجه اللي ممكن تميز جنات بين صحابي؟ انا صحابي مثلا بيقولوا عليا كذا، انت ممكن صحابك يكونوا بيقولوا عليك ايه؟ هي حاجتين، اللي هو ان انا بيقولوا ان انا بضحكهم بشكل ما. تاني حاجة انه لما بيكلموني في اي موضوع، ايا كانت الحاجة بجد، ايا كان الحاجة ايه، يعني مثلا اكل، مسلسلات، افلام، اي حاجات ملهاش اي علاقة ببعض، ببقى عارفة فيها معلومة صغيرة. بنسب انا ببقى اعرف عارفة انت هتجيلي اعرف يعني اساعدك يعني. ايا كانت الحاجة ايه. يعني ساعات اه بيسألوني انت عارفة كل ده ليه؟ انت ايه اللي معرفك في كل ده؟ ما انا بصراحة الموضوع بيجي بالصدفة. يعني انا مثلا بقلب، جالي معلومة مثلا، غالبا تبقى معلومات طبية مثلا، جالي معلومة، فانا هقرا، انا مش هطنش لان هسأل. لا بيبقى فيديو مثلا فشفته اهتميت، بقلب جالي فيديو تاني. هو المحتوى اصلا في ماشي، ما هو المحتوى في ناس بيجي لها السريع. المحتوى وممكن لا لا تروح ما لا مقلبه. بصراحه انا اه بهتم، يعني انا داخله هندسه، بس بهتم بالحاجات الطبيه وكده، بحس بالنسبه الموضوع. لك بتبقى مصدر انت عايز تقرا، انا عايز يعني افهم. مش هخش طب، بس ههتم بيها لان هو برضه مفيد بالنسبه لي، ان انا افهم جسمي بيشتغل ازاي، لو حصل كذا ده معناه ايه، الكلام ده كله. فببص عليهم يعني، فلما يجي حد يكلمني في اي حاجه ليها علاقه بكده، بيلاقيني عارفه بقى، بيلاقيني فاهمه في الموضوع طيب يعني. انت قاعد في الفصل، في ناس من وسط الفصل كده ممكن تكون مش باينه ان هي اللي بتضحك فبتضحك كل الناس. انت الشخص ده ولا في حد تاني ممكن يبقى بيعمل الحته دي؟ هو انا بعمل كده مع شلتي بصراحه، ببقى انا الشخص اللي من تحت لتحت كده، وكلهم بينفجروا وانا اللي ببقى ماليش صوت. انا ما انا ساكته، انا ما عملتش حاجه وهم اللي بيضحكوا بقى. مين اكتر حد بقى ممكن يتظلم في الحته دي، اللي هو يضحك ويقول لي تعالى بقى، انت اللي عملت دي، تعالى بقى؟ بيبقى الشخص الهادي اللي فينا، او اعلى ضحكه فينا يعني مين اعلى غالب. ضحك؟ احنا عارفين المربع، قول اسمه، انا عايز اعلى ضحكه فيهم. اقول اسم؟ هو بصراحه ما اعرفش، على حسب. يعني على حسب، ساعات بتبقى يعني ممكن ملك او نادين مثلا يعني. همانك دي لما الواحد يزعل بقى. مفيش صوت، مفيش حاجه. طيب خلينا نقول انت في المدرسه في موقف بتعدي، موقف ايه ده؟ احنا يعني اكتر وقتنا بيبقى موجود في المدرسه، مش مجرد ان انا رايح ادرس بس، لا ده موضوع اكبر من كده. ايه اكتر موقف ممكن يكون عدى عليك محرج وانت في المدرسه؟ او مش محرج، غريب، مش هنساه، موقف مش هنساه، الموقف ده مش هنساه. هو ده مش محرج قوي بالنسبه لي، بس يعني هو حصل. احنا كنا في اولى ثانوي يعني بالمناسبه، او في الفتره دي يعني، احنا في البريك بنلعب فولي، تمام، وفي ايوه شبكه انا بتاع بشوف تفردوا الارض. ده في شقه انتوا بتروحوا تفردوها وتقسموا اتنين. ونجيبها ونجيب الكوره والكلام ده كله. فهو بس ماجده الموضوع، ممكن بس كل واحده. ايوه نستأذنها ونتوسط والكلام ده كله. مش فاكره كانت بتديها لنا، مش عارفه ان انا بلعب فولي بس، مش اكتر يعني. ميس ماجده برضو بتبقى يعني بتبقى خايفه عليكم أي... اكتر ما قصه اي لا حاجه هي تانية. خايفه على الكوره بصراحه، هي خايفه على الكوره، هي خايفه على الكوره. عشان ماشي، فهو ما انت هتضيعوها بهدلوها ليه؟ ما ما هي بهدلوهاش. فعلا في ناس ضيعوها، ايوه ايوه فهي بقت خايفه مننا، مع ان احنا اكتر ناس ما بنضيعش حاجه يعني. ايوه. المهم، هو اللي حصل، احنا كنا بنلعب، وانا بلعب ساعات بتاخدني بقى، انا بلعب فولي بجد بقى، ما انا انا اندمجت بقى، يلا. انا خلاص بلعب فولي، مع ان اللعب مش كده، بس انا بلعب يعني. فالارض بتزحلق، فجيت في كوره لقيتها جنبي كده، خلاص قربت تقع، فبقى روح الفولي بقى اللي جوايا، فجيت اجيبها. انا ما اعرفش ان انا هقع على الكوره، بس انا جاي اجيبها لقيت نفسي فجاه على الارض لسبب ما. فانا ما اعرفش وقعت امتى، انا ما اعرفش وقعت امتى، ما اعرفش. انت خدتك بقى لنا، يلا. انا فجاه لقيت نفسي على الارض خلاص كده، بس خلاص ربعت بقى، فضلت قاعده فضلت قاعده، ونصي كله عباره عن تراب. انا متخيل الوقعه عندنا بتبقى عامله ازاي لا اصلا. على فكره هي ما كانتش بتوجع خالص، ان انا متعوده يعني. لا فولي البهدله نفسها. هي انا انا اتبهدلت. اتبهدلت.
هو بهدلت تراب، أيوة. بس انه هنقول وجع لا، ما كانش فيه اي حاجه بصراحه، كان تمام يعني. بس الموضوع كان صدمه بالنسبه لي، ايه انا وقعت ازاي اصلا؟ ما حسيتش بحاجه يعني. طيب فبس خليني اخش في موضوع مهم، وهو ان السوشيال ميديا دلوقتي بقت يعني احنا اكترية الوقت بنبقى موجودين عليها كلنا، كبار وصغيرين واطفال. فالموضوع بقى واخد كل وقتنا، يعني حتى ما بقاش في وقت مخصص ان احنا نقعد نفتح الفيس. لا الموضوع انا بسأل بقى انتوا كجيل في الوقت ده، انتوا شايفين السوشيال ميديا او الفيس والكلام ده كله، انتوا شايفينه مفيد ولا مضر؟ هي كل حاجه ليها جنبين، يعني ليها انتوا الحته. بتستغلوها ازاي؟ الاغلب في جيلنا، والاغلب في جيلنا والاصغر، ان احنا بنستغلها بشكل مش احسن حاجه، يعني في الاغلب ان هو بيستغلها مجرد ان هو يضيع وقت وخلاص. انا مثلا كان ورايا مذاكره، فعندي ساعتين مثلا في النص بريك بقى او ايا كان، هقعد على الموبايل شويه بس بس. هو مش بساعتين، الموضوع بقى اكبر من ما هو كده. بيبقى اكبر من كده، وغير كده الساعتين دول احنا بنبقى فاكرينهم بريك، بس هم في الحقيقه مش بريك خالص. احنا بجد دماغنا بيبقى شغال في الوقت ده، وبيبقى شغال اكتر من ما هو بيذاكر. يعني لو دماغي بتذاكر انا هبقى دماغي مرتاحه اكتر من كده. ليه؟ لان فكره الريلز او الشورتس او الفيديوهات السريعه عموما، هي فكرتها كلها عباره عن ان احنا بنقلب فيديو قصير، فدماغنا مركز معاه، مركز مع الفيديو القصير. قلبت بسرعه، دماغنا قطع التركيز، عمل تركيز جديد عشان يحاول يركز مع الفيديو الجديد اللي احنا قلبناه. فبنقعد نعمل كده كتير قوي، فدماغنا بتتعب، احنا بنركز كتير قوي، والفيديوهات عماله مش تيجي حاجه ورا واحده، بعض. مش مركز في موضوع واحد. ايوه مش انا حاجه انا واحده، احنا عمالين نقلب، والموضوع كلها مالهاش علاقه ببعض. يعني احنا مثلا ده فيديو واحد بيتكلم عن وكل مش واحد عارفه ايه، بياخد، وكل حاجه بتفرج عليها بتاخد جزء من تفكيري، يا بتفتح لي مجال تفكير جديد. كل حاجه بتفتح حاجه جديده في دماغنا بقى خلاص بتقف بقى، بيجي لها تهنيجه كده. حتى هتلاقي ناس كتير بعد ما بتخلص السكرولينج او ايا كان، دماغهم بتبقى تعبانه قوي، دماغهم يعني بيبقى صدع، مصدعين. انا عايز انام، مش يعني بريك. وانا مثلا اكتر واحده كده، خلاص انا خلصت، انا مش عايزه اعمل اي حاجه، مع ان انا كنت المفروض باخد بريك، بس لا انا تعبانه مش قادره اذاكر بقى خلاص، ما مش هينفع. فالموضوع بجد بيبقى مضر جدا، لان هو الموضوع في ناس كتير بتبقى فاكره ان هو بريك، بس في الحقيقه هو لا، هو مش بريك خالص. احنا الشوتس عباره عن فيديوهات سريعه ملهاش اي علاقه ببعض، حاجه ليها علاقه مثلا بواحد بيتكلم عن ايه، واحد تاني فود بلوجر، واحد حاجات كلها ملهاش اي علاقه ببعض. فدماغنا بتركز في حاجه، بعد كده بقلب فتركز في حاجه تانية، اقلب تركز في حاجه تالتة. فالموضوع بيبقى سريع قوي، فدماغنا بتبقى مشتته قوي، في حيث ان انا بخلص بلاقي نفسي اصلا مش قادره اعمل حاجه يعني. انت شايفه اني انا كطالب، لو انا مثلا حد شاطر ومجتهد وكله تمام وجاي اذاكر، السوشيال ميديا تاثر عليا؟ ولا انا لو اوريدي انا حد بعمل كنترول على القصه دي، فلا مش هتاثر؟ يعني هي بتاثر عليا عشان عايزه تاثر عليا، ولا لا هي مش بتاثر، بتاثر على الناس اللي هي مشتتين اصلا؟ هي ساعات بتبقى اقوى من الشخص حتى لو هو ملتزم. ناس كتير بتبقى ملتزمه وبرضه بيتشتتوا والكلام ده كله. هو الموضوع كله ان احنا نجبر الموضوع، يعني نجبر نفسنا على الموضوع ده. يعني هو لازم تاخد التليفون عشان خاطر الناس تحترم مثلا نفسها؟ مثلا انا عارفه ان انا هذاكر، انا هتشتت من الموبايل، شيل الموبايل من الاوضه، ما تحطش الموبايل في الاوضه اصلا. لو انا عايزه مثلا الموبايل معايا، انا هرفض هذاكر بيه او هحتاجه في حاجه في المذاكره، في برامج كتير موجوده ان هي بتقفل برنامج معين وما تعرفش تفتحه غير بعد مده اه، معينه. غير بعد مده معينه، يعني اه. مثلا برنامج انا بحط فيه إن مثلا انستجرام يتقفل 5 ساعات، مش هيتفتح قبل 5 ساعات. بس انا بقى هذاكر او هعمل اللي انا المفروض التاسك المطلوب مني. بالظبط، انا اه، هذاكر في الوقت ده. وساعات انا كنت ساعات بعمل كده، كنت بقفل كل البرامج ما عدا اليوتيوب بس. مثلا لو انا اشوف عليه درس، اشوف عليه حاجه ايا كانت، بقفل كل حاجه ما عدا اليوتيوب. كده اليوتيوب يعني فكره الشوز فيه مش واو زي او مش بتشد قوي زي الانستجرام والتيك توك والكلام ده كله. فانا ما قداميش غير يوتيوب، ما قداميش غير الفيديو اللي انا بشتغله وخلاص. فدي بتبقى طريقه حلوه يعني. هاخدك لموضوع تاني. بالنسبه لك ايه مواصفات الصاحب الجدع؟ ودي بتختلف، مش كلنا هنتفق على الشخص. انا ممكن اشوف شخص جدع بالنسبه لي او صاحب جدع بالنسبه لي في مواصفات معينه، انت هتشوفي مواصفات معينه. ايه من وجهه نظرك صاحبك الجدع عايزاه لازم يبقى فيه ايه؟ ان هو بيوجهك للصح، يعني لما طب بيلاقيك ما هو الصح نازل في ده، حته. نقف هنا بقى، الصح ده من وجهه نظر مين؟ يعني مع الصح. لا اختلفنا اهو. مع اه، مثلا رايحين نصلي مثلا، انا في النادي، احنا ساعات بنقعد كتير قوي في النادي عشان احنا تمرين والكلام ده كله، فممكن يبقى عندنا تمرين وبعدها عندنا تمرين تاني بعدها مثلا ب3 ساعات او حاجه. في الوقت ده مثلا الاذان اذن، يلا نروح نصلي. خلاص هي خلاص ماشي، احنا يبقى الصح في رايحين. العموم. ايوه مثلا يعني. اه، لكن مش الصح. ما هو الصح ده ممكن انا اقول صح، او صاحبك يقول صح وهو مش صح، بس انت اقتنعتي بقى بوجهه نظره. اه، ايوه يعني مثلا انا كنت في العادي مثلا اتفقت مع صاحبتي ان احنا هناخد كورس معين مثلا، لقيتني فجأة ما بعملش الكورس. فين الكورس يا جنات؟ ما مرة تانية لقيتني بكسل، فتقف بقى تقولي لا ما اعملي دلوقتي، قومي دلوقتي اعملي الكورس خلاصي، قومي اعملي فهي بتوديني للحتة الصح اللي انا عايزاه.
دي الصحبه فانت الجدعه قصدك بجد. اللي بيدعمني في الحاجات اللي انا شايفه نفسي او فيها. اللي هو لا أو بيوجهني صح، يعني لو لقيتني بلف لقيتني بعمل حاجه لا لا تعالى مش بس، صح. انت بتعمل ايه؟ تعالى هنا. يا- ايوه تعالى. انا بقول مثال، اقول ايوه ما مثال. انا فاهم قصدك. يعني مثلا ورايا المذاكره النهارده، انا كنت ساعات بقول لاصحابي اللي احنا في ثالثه اعدادي مثلا، يا جماعه احنا النهارده هنذاكر ايه، 1 2 3، كل واحده تبعت الحاجه اللي هي هتذاكرها. نيجي على اخر اليوم نشوف بقى خلصتي، كل واحد خلصتوا عملتوا ايه. ساعات لو حد ما عملش بنقول خلص واجبك يا كابتن. لا خلصي بقى، ما ينفعش نهزر كده، احنا في ثالثه اعدادي وبتاع ما ينفعش. طيب اسالك شويه اسئله سريعه تختار ما بينهم. ماشي هقول لك بحر ولا جبل؟ جبل. طيب ساينس ولا ماس؟ ساينس. شاي ولا عصير؟ شاي. طيب صحابك ولا الموبايل؟ صحابي اكيد يعني. ليه مش الموبايل؟ مع ان يعني انا لو خدت منك التليفون ده عادي بالنسبه لك. هعرف اعيش من غيره، بس اكيد لو حد عاش من غير البشر حواليه دي مشكله كبيره يعني، مش هينفع. طيب ماشي كوره ولا جيم؟ كوره. مش جيم. لا. طيب هقول مسلسل ولا فيلم؟ فيلم. مشهور ولا غني؟ مشهور. طيب قائد ولا تبقى عضو في الفريق؟ عضو في فريق. طب ليه مش قائد؟ اصل القائد ليها حاجتين، ليها جانب حلو اللي هو بقى انا قائد بقى وانا اللي اختار وانا اللي اعمل، وفيها جانب تاني ان هو بيبقى عليه كل حاجه، يعني اي حاجه تحصل في ماشي ما انت الفريق. معاك بقى فريق ساعدني بقى يلا بينا. لا ما لو الفريق ده عمل اي حاجه غلط، يعني مثلا احنا عندنا لو احنا في الملعب ماشي. بنت خرجت مثلا راحت تعمل اي حاجه في التمرين، الكابتن مش هيسالها، الكابتن هيكلم كابتن الفريق، راحت فين، راحت ليه، استأذنت مين. انت بتريح دماغك. فانا يا باشا انا ليا بالنسبه لي بنفسي الموضوع ودنيتي، انا وجع واقف اهو دماغ. مش هتحرك من مكاني. خلاص بقى انا مش كابتن يعني. طيب في مره عملت نفسك مش قادره عشان ما تروحيش المدرسه؟ لا عمري ما عملتها. والله لازم كنت بحاول اجيب حجج بس مش كده، يعني كنت بقول مثلا ايه ورايا مذاكره، عندي مش عارفه ايه كده، لكن ما كنتش بمثل يعني. مش ولا ما مش لا. جسمي مش لا عمري ما عملتها. ولا ده تحت التهديد قلت لا بجد، لا بجد عمري ما عملتها. اظن كنت بعملها في التمرين وانا رايحه التمرين، لا بقى في تمرين خلاص انا مش عايزه اروح مثلا، خلص انا مش قادر. انا مش قادره اروح، فممكن اعمل كده يعني. لكن مدرسه لا. لا مدرسه لا، لو مش عايزه اروح هحاول اعملها بطريقه تانية. طيب تاريخ ولا جغرافيا؟ تاريخ طبعا. ليه؟ التاريخ ده حاجه. قصه بقى وحدوته وبتاع، لكن ايوه في قصه في، لكن الجغرافيا عباره عن مكان تضاريس وبتاع. لا ده قصه كبيره. الموضوع اصلا انا حاسه الموضوع مش مفيد ليا، انا مش شايفاه ليه ما جي بي اس؟ انت ما انت بتمشي ازاي من غير الجي بي طب اس؟ ما في جي بي اس اهو، احفظ الخريطه ليه بقى. ماشي خلاص اقتنعت انا اقتنعت. شفت بقى. طيب انت يا جنات شخص بيجتهد على الجانب المذاكره وفي نفس ذات الوقت احنا ناس مركزه في الرياضه بتاعتها. احنا قدرنا نعمل ده ازاي؟ الكنترول ده على الحاجه دي قدرنا نعملها ازاي؟ لان في بعض الناس بتركز في حاجه واحده بس، والاكتريه في الفترات دي او بيركز التمرين، المذاكره بتقع خالص، حتى مش بتوصل لمستوى معين، لا الموضوع بيقع خالص. فانا قدرت ازاي تعملي القصه دي؟ عايز اعرف. بصراحه انا ما كنتش دايما اللي هو بذاكر قوي بقى او مركزه قوي في الدراسه غير في ثالثه اعدادي، يعني جيت في الوقت ده بدات اركز قوي لاني حسيت بمسؤوليه انه شهاده بقى شهاده وهتفرق معايا فيما بعد، والموضوع مهم والكلام ده كله، فحسيت بمسؤوليه وقتها. فطبعا بما اننا دخلنا في حاجه مهمه، اول حاجه اتقالت لي من ماما وبابا انت اول حاجه عندنا الدراسه، لو هتلاقيناكي جيتي على الدراسه على حساب التمرين مش هنروح التمرين. فانا طبعا بالنسبه لي الكلام ده اصلا مش اوبشن، لان انا بلعب جمهوريه، فانا مش اوبشن بالنسبه لي يعني ان انا ما اجيش التمرين، مش هينفع. فانا كده لازم اذاكر غصب عني. فلا وغير كده انا المسؤوليه اللي انا كنت حاساها يعني غير اللي هم كانوا قايلين لي عليه، انا كنت حاسه ان انا لازم فعلا اعمل بس حاجه. هي زادت بقى، هم زودوها يا باشا، انت مش هتروح التمرين غير لما تذاكر. بالظبط. فانا كنت عايزه اعمل حاجه، كنت بسمع دايما ان هي مستحيله لسبب ما، اللي هو مستحيل توفقي بين الدراسه والرياضه في نفس الوقت، في حاجه هتقع. لو ما فيش حد بيعرف يعمل الاثنين. بس انا قلت يا جماعه ليه ما ينفعش نعمل الاثنين، ما احنا عادي لو نظمنا وقتنا ممكن نعملها، يعني الموضوع مش. فجربت. عملت ايه؟ كنا لسه بادئين الموسم وقتها ولسه بادئين السنه في نفس الوقت، فحطيت جدول. الجدول ده بيبقى جدول اسبوع، انه زي تو دو ليست كده. انا في اخر الاسبوع ده لازم ابقى مخلصه الدروس دي، خلاص انا قسمت قلت الاسبوع هيخلص فيه ايه. انا عامل جدول امشي عليه بقى عشان خاطر الدنيا ما تخش عندي في بعض. والجدول بعد كده بقى ببدا اقسم الحاجات اللي خلصها في الاسبوع دي على الايام كلها، وكنت بعمله بالوقت بالظبط، انا هصحى كذا انا هلتزم. وكنت بحط بريكات في النص عادي، بحط ايام اجازه والكلام ده كله. يا باشا انا كل تمام. الكلام ده كله تمام. وكنت بحط ايام التمارين او مواعيدها، يعني مثلا النهارده يوم الاثنين عندي تمرين الساعه 7، قبل الساعه 7 الكلام اللي انا حاطاه النهارده يبقى خلص، لازم لو ما خلصش مش هنزل التمرين.
10 على 10. مفيش مجال. وكنت لسبب ما السنه دي انا بجد كنت ملتزمه قوي فيها، انا ما كنتش، انا عارف مفيش، انا كنت خلاص في حاجه هتخلص وبتحضر انا بتحضر وبتاع بجد. وكنت بروح المدرسه وقتها. انا حتى كنت بقعد اقول لكم انتوا بتروحوا المدرسه ثالثه اعدادي عشان يقعدوا في البيت. انا ساعتها كنت بروح مدرسه، ماما كانت من النوع اللي هو لا روحي مدرسه هتستفيدي على الاقل هتسمعي حاجه. ايوه صح طبعا، ايوه صح طبعا. ف... فكنت حاطه الجدول، وكنت في طبعا يومين عندي كانوا بسافر فيهم محافظه تانية بنلعب هناك، فاليوم كله ضايع. ففي يومين انا مش هذاكر فدول فيهم. هيتعوضوا ان انا في يوم معين انا هقعد كل اللي طار مني هحله هذاكره. بالظبط. وكانت دي على فكره كان اول ترم ليا او اول سنه ليا اخلص الكتاب كله، كنت مخلصه الكتاب كله في كل المواد. كنت اول مره اعملها، يعني انا كتبي اصلا كل السنين فاضيه. ما بحلش. مش هي اخر السنه بكلمتين وربنا بالظبط. لكن السنه دي انا كنت مركزه قوي، لان انا مش عايزه اجي على الرياضه خالص. يعني انت شايفه بالموضوع ده انا عملت كنترول، انا عملت والتزمت. اصلا وقتها انا كنت ناسيه الموبايل، يعني حقيقي ما كنتش فاهمه الموبايل كان في ايه في حياتي وقتها. يعني كنت بمسكه اكيد، ما كنتش اللي هو كنت بمسكه وكنت بتكلم وعادي والكلام ده كله، بس ما كنتش يعني لو مش هقعد ساعتين اسكرول مثلا. لا خلاص بقى، ما وبعدين اجيب ساعتين منين؟ ده انا عندي تمرين، ولو ما ذاكرتش مش هروحه. فخلاص بقى سيب التليفون ده بقى، انا هقعد اذاكر. وغير كده ساعات من كتر المذاكره بنوصل لمرحله ان انا مش قادره اعمل اي حاجه تاني، خلاص دماغي، فبنقعد بقى. خليني اخدك لسؤال تاني. اكتر حاجه نفسك الجيل الكبار يفهموه عن الجيل بتاعكم، يعني ايه الحاجه اللي ممكن يكون في غلط ما بين الاثنين؟ انتوا الجيل اللي اكبر منكم تقولوا له ايه عشان هو يفهمكم؟ تقولوا له ايه؟ هو يعني احنا جيل بنحاول نبقى احسن، بس في حاجات كتير شدانا، يعني زي ما حضرتك قلت السوشيال ميديا، السكرولينج، مش طب عارفه هتقولوا لهم ايه ايه بقى عشان الجيل الاكبر ده شايف ان انتوا في حاجات كتير مش افضل حاجه بتحصل؟ فانا عايز اقول له تقولي له كلمه، اقول له ايه الكلمه دي؟ يعني مش عارفه، بس يحاول يحط نفسه مكاننا مثلا، يحاول يحس باللي احنا حاسين، ان هم بيبقوا شايفين ده لعب عيال، اللي هو ايه السكرولينج وايه الموضوع مش كبير قوي كده، الموضوع مش مهم قوي كده. بس الحقيقه ان فعلا الموضوع بيشد بقى مرتبط بحياتكم. ايوه، يعني الموبايل ده جزء من حياتنا دلوقتي، خلاص انا مش هعرف استغنى عن الموبايل، مش هينفع. الواتساب مثلا، في انستجرام، في واتساب، في مش عارفه ايه، انا مش هعرف استغنى عنهم اصلا، فانا غصب عني ده جزء اساسي. ما فانت ما ينفعش تقولي ما ينفعش التليفون اصلا. ايوه مش هينفع. لكن وانا كمان نسبه ان انا اتحكم في نفسي بقى في موضوع السكرولينج والفيديوهات والكلام ده كله، ان انا اضيع وقتي، الموضوع ده مش سهل خالص، ان انا امانج وقتي، ده مش سهل بالنسبه لي الناس انا اصلا احنا هو لا، الموضوع مش سهل ان انا استغنى عن التليفون، الموضوع مبقاش سهل. بالظبط. فلما يجي وقت هم يقولوا لي مثلا ذاكري او اعملي حاجه معينه ويلاقوا الموضوع صعب بالنسبه لي، او ان انا انت عايزهم يعني الحته دي يقدروها شويه، اللي هو يعني احنا مؤثراتنا كتير، احنا بنحاول. في 100 حاجه بتشغلنا في هم بالنسبه لهم اصلا صحتهم الدماغيه احسن مننا بكتير، ان هم صغيرين ما كانش فيه الكلام ده، فدماغهم اوريدي بصحه احسن يعني. طيب ايه النصيحه اللي ممكن تقوليها لطلبه في اعدادي بما انك عديت المرحله دي؟ هتقولي لهم ايه؟ ما اقول لهم يعيشوا الفتره دي باحسن شكل ممكن، يعني ما بلاش يضغطوا على نفسهم قوي في موضوع المذاكره ده. انا بشوف ناس بتذاكر قوي وبتحط كل جهدها في المذاكره، وبينسوا اصلا يستمتعوا باللي هم بالمرحله نفسها، بينسوا يستمتعوا بالمرحله او الرحله كلها. ف استمتعوا بالموضوع، حاولوا، اللي عايز يجرب يروح رحله يروحها، اللي عايز يعمل ديش بارتي، اللي عايز يعمل اي حفله، اللي هو افرحوا يا جماعه، جربوا حاجات جديده، وبلاش يبعدوا عن حته بقى اصل انا بتكسف، اصل الموضوع مش عارف ايه، اصل هيقولوا عليا ايه. يا جماعه جربوا، والموضوع ده في حدود الادب خلاص يا باشا، خلاص طالما احنا مفيش اي في الصح، خلاص خلاص. هتكسف من ايه؟ يعني مثلا الناس اللي بتتكسف تطلع اذاعات مثلا دلوقتي، يا جماعه بتكسفوا من ايه؟ انت طالع تقول كلمتين قدام المدرسه، الكلمتين دول ممكن يبقوا ولا حاجه وما لهمش لازمه او عادي، بس مفيده، هتفيد ليك انت بقى افضل من ان تقولها. هتفيد شخصيتك. غير كده لما تكبر هتبص عليها وتضحك، هتفتكرها. طيب كلمه هتكتبها كل المدرسين هيشوفوها، سبوره كده كل المدرسين واقفين وراك وانت هتكتب جمله، هتكتب ايه؟ خليك مرن مثلا، يعني مرن. ايه الموقف اللي حصل ما كانش فيه مرونه بالنسبه لك؟ لا خليك مرن بمعنى انه حاول تعمل حاجه مختلفه وتبقى مرن في الحصه، يعني الحصه ما تبقاش ايه انا هخش السلام عليكم نبدا الدرس، خلصنا الدرس وهمشي بس. بلاش الجو ده، حاول نعمل حاجه جديده، نشرح بطريقه مختلفه، ندخل حاجه هزار خفيف وسط الحصه. انت شايفين كده؟ يعني احنا كان عندنا في مدرسين مثلا في ثالثه اعدادي خصوصا، كنا بنخلص الدرس بدل المستر يقعد يحكي لنا اي حاجه، يحكي لنا قصه، يحكي لنا ايا كانت الحاجه يعني، واحنا بنبقى فرحانين قوي بالموضوع ده وبتشرح لنا وبنذاكر، وبرضه بنعمل حاجه تانية بره الموضوع يعني، فالموضوع بيبقى كويس. لو هترجعي بالزمن لورا تختاري شخصيه تاريخيه او شخصيه معينه نفسك تقابليها، هتقولي لها ايه؟ ايه السؤال اللي تساله لها؟
اسال الشخصيه. تسالي الشخصيه التاريخيه دي او ايا كان بقى شخصيه مش موجوده معانا، هترجعي ليها ورا وهتكلميها تقولي لها ايه؟ اقول الشخصيه قلت لها مين؟ هرجع اسال محمد علي. تقولي له ايه بقى الراجل ده؟ هساله اقول له نعيد الموضوع ازاي، نعيدها، نجيب الموضوع ده تاني ازاي دلوقتي، عشان احنا محتاجينه دلوقتي. ماشي يا جنات، انا كنت مبسوط ان انا موجود معاكي. انا كمان طبعا. ويا ريت الحلقه يعني تحاول ان يكون الناس وصلت اللي احنا عايزين نقوله او تفهم طبيعه المرحله دي بتبقى عامله ازاي. طيب اخر سؤال هساله لك، لو انت هتسيبي رساله لنفسك بعد 3-4 سنين هتشوفيها، هتكون الرساله دي ايه؟ تبقى ان انا اثق من نفسي او اثق من الحاجات اللي انا اقدر اعملها. ان هو ساعات ببقى انا داخله حاجه ايا كانت الحاجه ايه وانا امكانياتي عاليه او اقدر اعملها، بس الثقه اللي هو لا انا ممكن ما ابقاش جامده قوي كده او ما ابقاش عاليه قوي كده، بس اكتشف انه لا انا كويسه، انت تقدري. فاللي هو انا عايزه ادي نفسي اللي هو لا ثقي يعني من انت مستواكي يعني. بعد 3-4 سنين شايفه نفسك هتكوني فين؟ سواء في الفولي مثلا اكون وقتها غالبا فيرست تيم فايا كان النادي، وانا ما اعرفش مش هنختلف، المهم ان انا ابقى في الفيرست تيم. هكون وقتها غالبا بشتغل حاجه معينه قبل الدراسه ان انا بحضر حاجات بحيث ان انا اشتغلها قبل ما اخد جامعه اصلا عادي. انا عايز يعني اخد اكسبيرينس قبل، مش عايز اخلق من الجامعه انا معيش في حاجه. حاجات كتير مش لازم اصلا يعني، فغالبا هكون بعمل الحاجتين دول. كنت مبسوط معاك النهارده يا جنات، نورتيني وشرفتيني. واتمنى ان انت كل حاجه قلتيها ان شاء الله تلاقيها قدام، والناس تكون استفادت من كل حاجه انت قلتيها. افتكر دايما ان درجاتك مهمه بس شخصيتك اهم، وكل يوم عندك فرصه انك تكون افضل، بس ما تقارنش نفسك بحد، وخليك قريب من ربنا. حلقتنا خلصت لكن حكايتنا لسه ما خلصتش. هقفل الحلقه دلوقتي وهسيبك عشان تفتح صفحه جديده، ولو عجبتك الحلقه فهستناك اشوفك الحلقه الجايه.